على بركة الله. The only thing is I don't know how to go live on I don't know how to بتاعنا Facebook. I feel like maybe Hannah can help us. Got it. Gonna start recording. Vai se affirmer, c'est. اسمع له. مرحبا بوني بل نتحدروا، مرحبا بوني بل نتحدروا، عيدنا مساء قول حب خيرو. مرحبا بوني بل نتحدروا، مرحبا بوني بل نتحدروا، عيدنا مساء قول حب خيرو. نتكبتوا بعادات ونباري، نتكبتوا بعادات ونباري، صورنا فرنجي صوت الوسناري، لباسنا صوف غالي وفرقنا فاري، با فرس كحول وقمل ود بشاري، ما تحيد هدية صبح مدر، ما تحيد هدية صبح مدر، نقوشنا لزازي ولباس حديث قير، قضيت نتنسى ناس محلب صندل وعطر، نحرد من توابنا الجلا بعيد ناير، إلا أمحل إلا بسنيد نتقابل لا فرح وبسم الله، إلا أمحل إلا بسنيد نتقابل لا فرح وبسم الله. مرحبا باني بل نتحدر، مرحبا باني بل نتحدر، عرفة ما تصدق والحب خير. مرحبا بوني بل نتحدروا، مرحبا بوني بل نتحدروا، عيدنا مساء بالحب خيرو. سليم بكل قوارهم لبلو معايدين، مدحر والدين نسوف الليل بلا آمين، أفوكم درس الساعة مسعنكم وتنسى، أفوكم درس الساعة مسعنكم وتنسى، عجب دعرف قبو كله لك أنت الشاعر، شاكت تريد قبو كله لجك وفا، مدحر والدين تلا آمين لبليسا، مدحر أمات تلا آمين لبليسا، إلا أمحل إلا بسنيت نتقابل لا مدحر وبسم الله، إلا أمحل إلا بسنيت نتقابل لا
لما تيجي في آخر ورقة في الكراسة وتشخص اوكي. مشاهدينا الأعزاء، الإخوة الأفاضل، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم. مقدمة هذا البرنامج أختكم كوثر عبد الرحمن. أحييكم وأقدم لكم أسمى التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير، وعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية وعلى بلدنا إريتريا وشعبنا الإريتري بالخير واليمن والبركات. حلقة هذا اليوم ستكون باللغة العربية كاملة. أود أن أرحب بضيوفي الكرام اليوم. الضيف الأساسي الأستاذ زين عمر شوكاي، عضو المجلس الإداري لحركة الوفاق الإريترية، وأيضا ينضم إلينا الدكتور صلاح نور رئيس الإدارة، وأيضا كذلك الدكتور إبراهيم سراج من إنجلترا. أرحب بكم جميعا وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. لكم تبريكات للعيد تود أن تشاركونا بها. تفضل دكتور صلاح، أهلا وسهلا. اهلا وسهلا، كل سنه وانتم طيبين والصحه أنتم والسلامه. طيبين ان شاء الله يكون عيدكم كل التوفيق والصحه والسلامه لكلكم. شكرا، وان شاء الله يكون عيدنا الجاي في بلد إن شاء الله باللغة بتقرأ عيد مبارك بلنا دكتور صلاح. عيد مبارك، عيد مبارك. سنة عيد سنة قل حلف وسلام قلنا هلا قلنا، وإن شاء الله دي بعدنا نحتفل عيد لما تصل هلا إن شاء الله. عيد مبارك يا جماعة. شكرا. إن شاء الله. العفو، شكرا جزيلا دكتور صلاح نور. دكتور إبراهيم سراج تفضل. سلام الله على الجميع. عيد مبارك لكل الأريتريين ولكل المسلمين في العالم. طبعا الأعياد لما تكون في الوطن يعني تعيد في وقتها، وناس بتفرح في يوم في نفس اليوم وفي نفس الوقت، ولكن بالمهجر الناس بيجوا في مختلف الأوقات وبمختلف الأزمان. فالعيد كانت الأسبوع اللي فات، ولكن إحنا قاعد بنقول عيد مبارك بعد أسبوع، لأن لظروف يعني أمور المهجر زي ما بتقولوا. فإن شاء الله عيدكم مبارك وخير دلو عيد نقول إرتراويان أبدقس لنا أبعدنا بحنت محالتينا نبعلا يجينا تفعل عليها عادي حنساب دحرسوا من عيد مبارك نبل حنساب أبتا محالتا نبل حجي دحرسوا من عيد مبارك نبل لنا. نحن لما عندي أقايشنا تقندي يعني المتحدث الرسمي أو المتحدث الرئيسي اليوم هو أستاذ زين شوكاي. إحنا زي ما دائما بيقول، زي ما دائما أنا بقول مثلا يعني إحنا حنكون عن يمينه ويساره يعني لكي نحرسه أو لكي يعني جند له. ضمان لي نضمنه. طيب أستاذ زين عمر شوكاي، هلا وسهلا ومرحبا. تفضل تبريكات العيد. شكرا بلاش مهندسة كوثر عبد الرحمن على هذه الاستضافة، وشكرا لزملائي الدكتور صلاح نور والدكتور إبراهيم سراج على هذه المرافقة الطيبة. وكل عام وشعبنا الإريتري بخير وسلام وأمن وأمان، ونتمنى أن تأتي أعيادنا ونحن أكثر فرحا وأكثر تماسكا وأكثر قربا من وطننا ومن شعبنا. ونتمنى من الله العزيز الجبار أنه يعني يأخذ هذا الكابوس الذي يجثم في صدر شعبنا، وأن يوفق شعبنا في اختيار من يحكمه بصورة مباشرة وبصورة أفضل. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك أستاذ زين عمر. إن شاء الله هنواصل هذه التسلسلات عن حركة الوفاق وما قامت به من إصدار وثيقة، وهذه الوثيقة هي عن دستور إريتريا التوافق المؤقت المقترح من قبل جماعة الوفاق الإريتري. ما نود أن نسعى إليه هو توضيح بعض المفاهيم الصحيحة وشرح لأهم الأهداف لهذه الوثيقة، وهي كما ترون ورائي هي مناقشة مسودة دستور إريتريا التوافقي المؤقت المقترح من جماعة الوفاق الإريترية. فاليوم سيكون لدينا بعض الأسئلة نسأل الأستاذ زين، ثم يكون لدينا لو عندكم أي أسئلة أو اقتراحات يمكنكم أن تكتبوه على موقع الفيسبوك لسنيت ميديا لو سمحتم عن طريق الفيسبوك، فسأستطيع أن أقرأ أسئلتكم المطروحة بإذن الله للأستاذ زين. أستاذ زين شوكعي، السؤال الأول هو: ما هي طبيعة الوثيقة التي نحن بصدد مناقشة هذا اليوم، ومن هي الجماعة التي أعدتها، وهل هناك مجال لتسليط الضوء على جماعة الوفاق سنيت؟ كيف نشأت وما هو الدور الذي قامت به وتقوم به الآن؟ هذا هو السؤال الأول. تفضل أستاذ. جميل أستاذة كوثر. نحن أول حاجة لازم نقول مثلا ما هي الوثيقة. الوثيقة اللي إحنا يعني تقريبا قبل 3 سنوات و3 أشهر تقريبا في هذا اليوم اللي عديناها، وهي في شهر أبريل سنة 2019، هي وثيقة اسمها مقترح مسودة دستور إريتريا التوافقي المؤقت. والجهة اللي أعدت هذه الوثيقة أو اللي أصدرتها هي حركة الوفاق الإريترية، والتي كانت تسمى في البداية بجماعة الوفاق سنيت للدراسات. يعني يجب أول حاجة نفهم في هذا السياق من هي الجهة التي أعدت هذه الوثيقة ومن الذي يعني بذل مجهود في إعدادها. فدعوني أولا كبداية أذكر أسماء الأشخاص الذين كانوا شركاء في هذا العمل، وأنا واحد منهم. كنت لجنة إعداد مقترح الدستور، كانت تتكون من الدكتور صلاح نور والدكتور كفلي ولد سلاسي حاغوس وهو كان رئيس اللجنة، والدكتور إبراهيم سراج كان عضو اللجنة، والدكتورة سارة عقباي كانت أيضا عضو في اللجنة وسكرتيرة اللجنة، والسيدة المناضلة إلسا مسفن كانت معنا، والسيد صالح محمد عمر كان معنا، والسيد سنغال ولد تنسائي كان معنا، وشخصي أنا زين العابدين شوكاي كنت موجود في هذه اللجنة. يعني هذه اللجنة تم تكوينها في إطار تقسيم العمل في إطار حركة أو جماعة الوفاق للدراسات. يعني كان عندنا 3 مجموعات دراسات، من ضمنهم كانت هذه اللجنة. يعني هذا يخلينا شوية نرجع لورا ونتحدث عن جماعة الوفاق كيف تأسست. يعني جماعة الوفاق باختصار شديد تأسست في ظروف لما كان في يعني لحد ما نوع من اليأس السائد في أوساط الناس الغير نشطين في العمل السياسي الإريتري. ما أقدر أقول متفرجين، هم ناس مهمومين بهم الوطن، ولكن لم تكن تؤطرهم جهة معينة، وبالتالي تفاكروا هؤلاء الناس وبدعوة من شباب كانوا نشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، دعوهم في اجتماع عام في دنفر. ولما تدعوا الناس في دنفر واجتمعوا خرجوا بنتيجة مفادها أنه على الأقل أول شيء الأكاديميين الإريتريين دورهم مغيب، كيف يمكن إشراكهم في العمل الوطني الإريتري. الأمر الآخر كان كيف إحنا نتفق في مبادئ عامة وأساسية تجعلنا كإريتريين نتوافق، بمعنى يكون بيننا السنيت، يعني بيكون بيننا توافق عشان نشتغل مع بعض. يعني
فالاقتراح اللي جاء في تلك الفتره في لقاء دنفر كان انه لو اتفقنا في وثيقه او في المبادئ الاساسيه لحقوق الانسان في الوثيقه الصادره اعلان حقوق الانسان للامم المتحده في عام 1948، فممكن الاريتريين يدافعوا عن هذه القيم بشكل مشترك في اي شكل من اشكال العمل الوطني العريض اللي يشركهم ويجعل الارضيه يعني صالحه للنضال من اجل احقاق الحق والاتيان بالديمقراطيه والعداله في اريتريا. ولكن الاخوه الذين على الاقل انا انتمي اليهم وكانوا يمثلون في حركه جين اللي مشوا الاجتماع، ووقتها ما كانوا يمثلوا الحركه ولكنهم كانوا يحملوا افكارها، واللي هم دكتور صلاح نور والاخ عبد الله حالي، لما ذهبوا والتقوا بهؤلاء الناس اقترحوا عليهم في دنفر انه ما عندنا اي مشكله نتبنى ميثاق الامم المتحده، لكن هذا ميثاق لكل الدول هو وليس لنا وحدنا كشعب اريتري يعني. وبالتالي لازم يكون عندنا خصوصيتنا احنا اللي نطرحها في هذا الاطار، بحيث تكون الوثيقه وثيقه اريتريه بما تتضمنه من 30 نقطه اعلان حقوق الانسان، ندخل فيه 5 نقاط تخص الشعب الاريتري وتخص الاريتريين. والجماعه انصتوا اليهم، قال لهم طيب ايش النقاط ال5 اللي انتم عايزينها؟ فالاخوه في دنفر طرحوا، الاخوه صلاح نور، الدكتور صلاح نور وعبد الله حالي، طرحوا للجماعه انه احنا عندنا 5 نقاط، واللي هي قضيه الارض، وقضيه عوده اللاجئين، وقضيه اللغه، وقضيه القوميات، وقضيه التنميه المتوازنه في اريتريا. فلما سمعوا هؤلاء الناس هذه النقاط ال5 قالوا لهم هذه نقاط تهم كل اريتريا يعني، وليست تهمكم انتم لوحدكم يعني. وبالتالي تبنوا هذا الطرح، واصبحت الوثيقه المعروفه بدنفر مانيفستو، واللي هو بيان او اعلان دنفر، اصبح يتضمن هذه النقاط ال35، واصبحت هي اساس ومرتكز للانطلاق منها للعمل المشترك. وتكونت مجموعه الوفاق للدراسات بعد هذا اللقاء الكبير، وبدات هذه اللجنه تتفاكر فيما يمكن ان تفعله مع بعض يعني هذه المجموعه. فاصبح لدينا يعني مجموعه متناسقه متجانسه فيها تمثيل لكل القوميات الاريتريه، لكل القبائل الاريتريه، لكل الديانات الاريتريه، للنساء للذكور والاناث، للرجال والنساء. فبهذا المعنى بدات جماعه الوفاق تعمل عملها، وبدات فعلا تنطلق لاعداد وثائق مهمه جدا للعمل الوطني الاريتري. فاعدت ضمن هذا اول كما ذكرنا يعني بيان دنفر او دنفر مانيفستو، بعدها اعدت ايضا 3 اوراق اخرى، واحده منها خارطه الطريق هي، والثانيه هي اهداف التغيير، والثالثه هي مسوده دستور التوافق المؤقت اللي هو احنا اليوم بصدد مناقشه محتوياته، ولماذا استدعى الامر في اننا نعد هذه الوثيقه. نعم. اوكي، شكرا استاذ زين. السؤال الثاني هو عن هذه المسودة. ما الذي يجعل مسودة الدستور التي أعدتها جماعة الوفاق مختلفة عن غيرها من الوثائق التي تم إعدادها حتى الآن؟ إيش هو الفرق يعني؟ ما الذي يجعلها مختلفة هذه المرة؟ تفضل. نعم، المسودة أو مقترح من الدستور اللي احنا تقدمنا به، الذي يجعله خاص هو حاولنا نحن في لجنة الدستور أن نستفيد من كل التجارب الاريترية السابقة، وجمعنا أكبر كمية ممكنة من الوثائق بدون أي تحفظ. استفدنا استفادة كبيرة من دستور عام 1952
استفدنا استفادة أكبر أقدر أقول من دستور عام 1997، وهذه كلها دساتيرنا، هي نحن نعتبرها في حركة الوفاق الإريترية دساتيرنا، واستفدنا من أوراق ودراسات يعني قدموها أكاديميين وقدمتها جماعات نشطة. استفدنا من وثائق المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي، استفدنا من أوراق كثيرة جدا في إعداد هذه الوثيقة. طيب ما الذي يجعل إنه هذه الوثيقة أصلا، ما إيش الداعي في إنه نجيب أو نحضر هذه الوثيقة بوجود وثائق سابقة لها؟ يعني نحن نعتقد إنه الوثائق السابقة لهذه الوثيقة فيها عيوب أو فيها نواقص معينة. يعني فيما يخص دستور 52 نحن نعتقد إنه هو دستور مزدوج، هو ازدواجيته هو دستور يحكم العلاقة الفيدرالية بين إريتريا وإثيوبيا اللي كانت فرضت على شعبنا في تلك الفترة كحل ما بين الاستقلال وما بين الانضمام. وبالتالي من أعدوا هذه الوثيقة كانوا إلى حد ما موكلين أو مكلفين من الأمم المتحدة، ولم يكن الإريتريين رأي كبير أو مساهمات حقيقية في محتوى هذه الوثيقة. لكن هذا لا يجعل أو لا يقلل من أهمية هذه الوثيقة، لأنها في نهاية المطاف ناقشها الإريتريون مع لجان الأمم المتحدة اللي كانت مكلفة. الكوميشنر اللي كان موجود إدواردو، الدكتور الدبلوماسي المشهور البوليفي اللي اسمه إدواردو أنزي ماتينزو، هو كان يرأس اللجنة أو هو كان يرأس الوفد أو الكوميشن اللي كانت تعيد هذه الوثيقة، وتشاورت مع الشعب الإريتري في مختلف مناطقه ومع شخصيات مشهورة ومع الحراك السياسي اللي كان موجود في تلك الحقبة في الأربعينيات ورموزه البارزة. وبالتالي يعني هي أيضا وثيقة إريترية بالمعنى بتاعت أنه أولا تم إلى حد كبير جدا أخذ رأي الشعب الإريتري فيها، والأمر الآخر أنه هي تمت المصادقة عليها في البرلمان الإريتري. ونحن نقدر هذه الوثيقة لأنها وثيقة فعلا يعني نفذت على أرض الواقع، يعني إلى حد ما أدارت البلاد لمدة 10 سنوات فيدرالية قبل أن تبتلع إريتريا إثيوبيا بشكل كامل. أما الوثيقة الثانية فهي وثيقة عام 1997، وهي وثيقة أيضا إريترية محترمة مقدرة عندنا، وتم إعدادها بخبرات إريترية شاركت فيها شخصيات قانونية وسياسية إريترية. ولكن نحن نعتقد أن هذه الوثيقة تنقصها الكثير من الأشياء اللي ممكن إحنا نستكملها في المرحلة الانتقالية. فأنا بعتقد يعني هذا هو المنطلق اللي كان دفعنا في أنه ليش إحنا اجتهدنا في إعداد وثيقة بينما كانت في وثائق إريترية سابقة. الوثائق الإريترية السابقة على عيننا وراسنا ومقدرة، وإحنا نعتقد أن هي وثائق إريترية متعوب عليها من قبل الإريتريين، ولكن الثغرات اللي فيها تجعلنا أنه إحنا ما نغامر مرة ثانية ونطبقها حتى ولو كانت لمرحلة انتقالية مع وجود هذه النواقص، لأن معالجة هذه النواقص نحن نعتقد يعني أساسية هي. وبالتالي يعني هذا هو المبدأ الذي انطلقنا منه في لجنة إعداد الدستور المؤقت للعمل على إعداد هذه الوثيقة. ذكرت أستاذ زين أن الوثائق السابقة لو سمحت كاميرا، أيوة، ذكرت أن الوثائق السابقة وثيقة 52 و 97 كان فيها نواقص وثغرات. هل ناقشتم هذه النواقص والثغرات في اجتماعاتكم سابقا؟ نعم. نعم. الوثيقة أخذت مننا ما لا يقل عن 1.5 سنة لإعدادها، وكنا نجتمع أسبوعيا تقريبا، وفي بعض الأحيان يعني أسبوع أسبوع لا. نعم. وكانت تأخذ منا المناقشات يعني ساعات طويلة جدا، وبذلنا فيها جهود حقيقية في أنه يعني تكون مجودة، تكون يعني متعوب عليها. فنحن كنا نرى في وثيقة 52 رغم ما فيها من يعني فقرات رائعة جدا بمعايير الزمان التي كتبت فيه،
إلا أنها كانت وثيقة يعني خللها الأساسي كان في أنه هي تربطنا بنظام يعني تسلطي كهنوتي موجود في إثيوبيا لا يحكمه دستور يعني. حتى الإثيوبيين أنفسهم اضطروا في الخمسينيات لإعداد وثيقة دستورية تتناسب إلى حد ما مع الوثيقة الدستورية اللي كان يمتلكها الإريتريين، ودي كانت وثيقة دستورية متقدمة على الدستور الإريتري، على الدستور الإثيوبي، باعتبار كانت تتضمن يعني فقرات رائعة جدا من حقوق الإنسان والحقوق الديمقراطية. وبالتالي إثيوبيا نفسها كانت ترى في هذه الوثيقة ورطة لها، ولذلك سارعت في قضم إريتريا وهضم حقوق الشعب الإريتري بضمها قسرا، بناء على هذا الفهم من الإثيوبيين وتخوفهم يعني، بالإضافة إلى أطماعهم طبعا التوسعية الأخرى من يعني حقهم في البحر وحقهم في أشياء أخرى كثيرة يعني. أما وثيقة 97 ناقشناها بإسهاب وأخذنا منها الكثير، خاصة في جانب الحقوق وفي جانب شكل الدولة وغيرها من القضايا اللي متفق عليه في تقريبا في معظم الدساتير. نحن ما بنقول إنه هي وثيقة غير صالحة، ولكن نقول إنه هي وثيقة فيها نواقص أو فيها عيوب يعني. ولكن لو خيرنا في تلك الفترة مش اليوم يعني إنه إحنا نطبق هذه الوثيقة اللي فيها عيوب، كنا حنختار بالتأكيد تطبيق هذه الوثيقة اللي فيها عيوب في تلك الحقبة. لكن أن تحكمنا هذه الوثيقة الآن بعد ما جربنا كثير من الأشياء، وبعد ما فشلت هذه الوثيقة في أنها تلبي طموحات شعبنا في الحرية والديمقراطية والعدالة، فنحن نعتقد نحن الآن نستحق كشعب إريتري أن نعد وثائق أفضل منها في المحتوى وأكثر عدالة وأكثر شمولية، لأن تلك الوثيقة فيها ثغرات حقيقية كنا نرى أنه فيها ظلم يعني. ومع ذلك لو خيرنا في تلك الحقبة كما قلت من تطبيقها وعدم تطبيقها، لأن النظام الإريتري نفسه الذي يعني طلب من لجنة بإعداد هذه الوثيقة عاقب هذه اللجنة اللي كونها بعدم تطبيق هذه الوثيقة التي تعب عليها الناس 3 سنوات، لم يطبقها النظام ولو ليوم واحد، وأصبحت هذه الوثيقة عبارة عن وثيقة إريترية محترمة لكنها قيد محطوطة في الرفوف يعني، وأصبحت يتراكم عليها الغبار يعني كما وصفها البعض يعني. أيوة طيب، لو أمكن لو بصفة صريحة ومقارنة صريحة للمشاهد والمستمع، هل يمكن إجراء مقارنة ما بين الوثيقة التي عدتها جماعة الوفاق الإريتري والوثائق الأخرى التي سبقت؟ مقارنة سريعة لو سمحت أستاذ زيد. نعم، أنا ححاول أعمل مقارنة سريعة لأنه ممكن في حلقة ثانية نتكلم في بعض التفاصيل الأكثر يعني، لكن المقارنة السريعة تجبرنا في أنه نأخذ مثلا بعض القضايا التي تضمنتها وثيقة حركة الوفاق الإريترية ولم تتضمنها وثيقة 1997. القضية الأولى هي الأساسية، هي مجموعة من القضايا، أهمها هي أن هذا الدستور يمنح للدولة الإريترية أو للحكومة الإريترية الحق في أنها تتصرف في الأرض الإريترية، وبالتالي الأرض بموجب هذا الدستور هي ملك للدولة وليس للشعب الإريتري. نحن نعتقد أنه الإريتريين يملكون أرضهم ويملكون بلادهم، والحكومة ما هي إلا أداة لخدمة هذا الشعب وخدمة الأرض يعني. وبالتالي رغم أنه يعني قانون الأرض كان خرج قبل اعتماد هذه الوثيقة، وثيقة 97، إلا أنها الوثيقة كرست هذا الشيء يعني، كرست هذا الظلم. وهذا الظلم ما ناتج اليوم، هو ظلم تاريخي، هو موجود كان من أيام الإيطاليين والإنجليز إنه الدولة تملك الأرض يعني. على الرغم من أنه على فكرة يعني الأرض التي يملكها المسلمون في المحافظات سواء كانت شرقية أو غربية أو حتى في دنكاليا كانت تعتبرها الحكومات الاستعمارية المتعاقبة دومينيالي اللي هي ملك للدولة، بينما الأرض في الهضبة كانت تعتبر
يعني ارض رستي لسكانها يعني. فكان حتى في هذه القضيه كان في اجحاف بحق قطاع كبير جدا من الشعب الاريتري وقطاع كبير جدا من الارض الاريتريه، لانه هذه الاراضي اللي ذكرتها انا، دانكاليا والمحافظات الشرقيه والمحافظات الغربيه، بتشكل 80% من الارض الاريتريه. لكن هذا لا يعني انه ما وقعت مظالم ايضا في الهضبه الاريتريه، كانت في اراضي سلبت من سكانها واعطيت للمستوطنين الايطاليين. فقضيه الارض كانت واحده من الاشكاليات. ايضا في وثيقتنا احنا حاولنا نصحح اعوجاج اخر نراه كنا في وثيقه 97، وهو قضيه رسميه اللغه في اريتريا. يعني نحن نعتقد انه اريتريا هي دوله تتكون بشكل اساسي من طائفتين ومن ثقافتين، حمله الثقافه العربيه الاسلاميه وحمله الثقافه التجرينيه الارثوذكسيه بشكل اساسي يعني. وما مش بالضروره كل المتحدثين بالتجرينيه يكونوا ارثوذكس، لانه هناك مسلمين يتحدثون باللغه التجرينيه، ايضا هناك بروتستانت وكاثوليك يتحدثون باللغه التجرينيه، لكن انا قاعد اتكلم عن الجسم الرئيسي في هذه المكونات الرئيسيه يعني. وبالتالي عدم وجود لغه رسميه في اريتريا واحده من نواقص هذا الدستور كانت. حاولنا نعالج في هذا الدستور في المقترح ده قضيه اللغه ايضا، بحيث يكون في وجود لغه رسميه، لغتين رسميتين للبلد كما كان في دستور 52. لانه يعني عدم وجود لغه رسميه والادعاء في هذا الدستور، دستور 97، بانه اللغات متساويه هو ذر الرماد في العيون، هو يعني هو تكريس لهيمنه وللغه موجوده في اريتريا يعني. ايضا نحن نعتقد انه دستور 97 كان فيه يعني مظالم اخرى، لكن قبل ان نتطرق الى المظالم الاخرى، العقليه التي كونت او التي كلفت باعداد هذه الوثيقه، او على الاقل في التركيبه، اول حاجه كان في هيمنه للتنظيم الذي حرر البلد يعني، كوادره وعناصر حتى اكاديميه تابعه له يعني. وده سبقه طبعا تصريح فج وصعب من رئيس النظام الإريتري قبل مباشرة بعد عشية التحرير، عندما قال سياسة ورقي في استاد أسمرة في احتفال عيد الاستقلال الأول: دحر حجي ناي ودبات حشوية يلن. كان يقصد لا يوجد هيس أو زنبليطة بتاعت التنظيمات بعد كده، تنظيم واحد هو اللي حيحكمكم كان يقول. وأعتقد في ظل هذه العقلية وفي ظل سيادة هذه العقلية تم إعداد وثيقة الدستور اللي كانت فيها نواقص وعيوب، ونحن لذلك حاولنا معالجة هذه النواقص يعني في وثيقتنا يعني. كوثر ما مسموع كوثر. عفوا. إذا كانت الدساتير السابقة من عام 1952 و 1997 فيها جوانب كثيرة جيدة كما ذكرت، ما الذي جعل هذه الوفاق جماعة الوفاق الإريتري للسعي إلى كتابة مقترح دستور انتقالي جديد؟ لماذا لم يكن في اقتراح أن يجددوا الوثائق السابقة؟ هذا هو السؤال. نعم، بالإضافة إلى النقاط اللي ذكرتها أختي كوثر، كان في أيضا نواقص أخرى في الوثيقة ما تجعلنا نهائيا يعني نركن إليها أو نعتمد عليها، وبالتالي حاولنا نجتهد إحنا. ولو لاحظنا في تسمية دستورنا، هو أول حاجة مقترح هو وليس دستور جاهز، وهي مسودة هي وليست منتهية. فبالتالي يعني نحن كجماعة وفاق قدمنا هذه الوثيقة لكل القوى السياسية الإريترية في أن تتبنى ما تتبناه منها. يعني أنا شخصيا لا أعرف وثائق دستورية غير الوثيقة هذه اللي احنا عديناها، ووثيقة 52 ووثيقة 97. أشرنا إلى وثيقة 52، عيبها الأكبر أنه هي وثيقة لمرحلة يعني تختلف عن هذه المرحلة،
رغم وجود أشياء جيدة وجميلة فيها. واتفقنا أيضا أنه وثيقة 97 هي وثيقة إريترية ممتازة، متعوب عليها، شاركت فيها قوى سياسية وأكاديمية كبيرة، لكنها كانت تتميز بالعيوب. بالإضافة إلى الموضوعين اللي ذكرناهم، يعني موضوع الأرض وموضوع اللغة، أيضا كان في خلل آخر أنا يعني نسيت أشير إليه، وهو قضية القسم في هذا الدستور. القسم في هذا الدستور يعني يسبب إشكالية للمسلم الإريتري بشكل خاص. أن تقسم بغير الله في ديننا غير مسموح، يعني هو إشراك بالله هو يعني. فهذه الوثيقة جعلت القسم باسم الشهداء. يعني أنا كمسلم إريتري بكرة لو توليت منصب قيادي مثلا، أو غيري يتولى منصب قيادي ويتقدم لأداء اليمين الدستورية في المؤسسة اللي هو يعمل فيها، يضع يده في المصحف الشريف ويقول أقسم رسميا بكذا وكذا وكذا، هذا مقبول من عندنا. يعني احنا أعدنا صياغة هذه النقطة يعني بهذا الشكل، يعني يقسم رسميا بما يعتقد به هو، يعني لكن يقسم رسميا أمام الجهات المسؤولة يعني. والإنسان غير مكلف بأن يحلف بما لا يؤمن به، يعني حتى من الناحية الأخلاقية ما تقدر تضمن ولا هذا الإنسان بقسم هو لا يؤمن به أصلا يعني. فبالتالي يعني أعتقد هذه قضية كانت من المهم جدا معالجتها في هذا الدستور. يعني أيضا من القضايا اللي عالجناها في هذا الدستور هو حماية المؤسسات الدينية من تغول الدولة عليها. يعني في إريتريا اليوم المؤسسات الدينية في إريتريا اليوم مقموعة. هي بدأوا بالمؤسسات الدينية التابعة للمسلمين وانتهوا بالمؤسسات الدينية التابعة للأرثوذكس المسيحيين. يعني بالتدريج قضوا علينا، وإحنا كنا دائما كإريتريين سلبيين في إنه نفضح هذا الشيء. يعني لما كان يؤكل الثور الأبيض، كان الثور الأسود والأحمر كانوا ساكتين. يعني أنا ما أظلم الناس. الكاثوليك مثلا أصدروا وثيقة يدينوا فيها تصرفات النظام، ويقولوا أين كنت عندما قتل أخوك أو عندما اختفى أخوك، يعني في قصة هابيل وقابيل، يعني كنموذج موجود مشترك في الديانات السماوية كلها. يعني نعتقد نحن إنه الدستور ما يحمي المؤسسات الدينية باعتبارها شخصيات اعتبارية بما يكفي. ففي فقرة المادة 22 من الدستور ما واضحة فيها كيف تحمي الدولة، أو كيف الدولة يعني أو الدستور يحمي الدولة من التغول في الشؤون الدينية، وما يديهم ما يعطي للمؤسسات الدينية كمؤسسات يعني شخصيتها الاعتبارية اللي تكون محمية بموجب الدستور. فهذه النقاط الأربعة اللي حتى الآن ذكرناهم يعتبر نواقص كانوا موجودين في الدستور السابق. وبالتالي الدخول في مغامرة بتطبيق دستور بهذه النواقص الكبيرة من أول يوم لو حدث تغيير في إريتريا، نحن نعتقد هو تكريس لهذه الحالة اللي إحنا أصلا قاعد نقاومها كقوى تغيير، وجزء منهم إحنا في حركة الوفاق الإريترية. كوثر ما مسموع. طيب عفوا. ما المشكلة الأستاذ زين في اعتماد دستور 1997 ولو بشكل مؤقت رغم ما فيه من عيوب ونواقص كما ذكرت؟ ما هي هذه العيوب إذا كانت أصلا موجودة بالفعل؟ ذكرت بعضا منها، لو عندك أمثلة أخرى فلتتفضل. ولكن نعم. السؤال هو ما المشكلة في اعتماد هذا الدستور 97؟ أيوة، أنا كما ذكرت موضوع اللغة، موضوع الأرض، موضوع إحنا أيضا من ضمن المعالجات، وعلى الرغم من أنه في لجنة صياغة الدستور المؤقت اللي إحنا مقترحينه
ما اتفقنا فيها نقطة أيضا، يعني موضوع الرئاسة في إريتريا. يعني طرحنا فيه رؤيتين. رؤية ترى أنه الرئيس دي مرحلة انتقالية ويكفي أن يكون في رئيس واحد للدولة، لكن إحنا كإريتريين بتنوعنا وبمشاكلنا بالمشاكل اللي مرينا بها ومن تجربتنا السيئة مع نظام مستبد، نحن نعتقد أنه لو عملنا يعني مجلس رئاسي، هو في الدستور المقترح في مقترحين، يعني مقترح يقول المجلس الرئاسي يتكون من رئيس واحد، وفي مقترح آخر يقول نعمل مجلس رئاسي يتكون من 3 رؤساء يتناوبوا في رئاسة المجلس الرئاسي ويحكم البلد يعني في الفترة الانتقالية. ميزة هذا النموذج اللي أنا أيدته شخصيا ولم أؤيد موضوع الرئيس الواحد، يعني ميزته أنه المجلس الرئاسي وهو معمول به في عدد من الدول، من بينها مثلا بوسنيا، البوسنة والهرسك، يعني للتعقيدات الطائفية اللي موجودة بين المسلمين والكروات الكاثوليك والصرب الأرثوذكس، مجلس رئاسي عاملين لهم بموجب اتفاقية دايتون. يعني هذا النوع أو هذا النموذج يخدم قضية مهمة جدا، يعني يحتوي التنوع الثقافي والعرقي والديني على رأس هرم الدولة، ووجود تمثيل لكل القوميات ولكل الديانات على رأس هرم الدولة يعطي الناس إحساس بالاستقرار وإحساس بالطمأنينة وإحساس بالأمان في إن هم ممثلين في هذه الدولة، يعني وإن هم شركاء في هذه الدولة يعني. لكن بهذا الشكل اللي موجودة به الدولة، وفي من يقول لك يعني ليش أنتم ما قادرين تقبلوا إنكم أنتم أقليات وتحكموا، يعني في هناك من يدعي، بل هناك من يدعي أن إريتريا المفروض ما تكون موجودة يعني. لكن إحنا كقوة وطنية إريتريا نناضل من أجل العدالة ونناضل من أجل الديمقراطية، نرى في هذه المظالم إنه هي تزال من أول يوم حيحصل فيه تغيير في إريتريا. نرى إنه الدستور الانتقالي أو الدستور المؤقت اللي إحنا التوافق المؤقت اللي إحنا مقترحينه بيخدم مجموعة من الأشياء اللي هي غير قابلة للتأجيل، بل أهم من ذلك ويمكن نتطرق له في حلقة أخرى قادمة. دستورنا يقترح بأنه في مجموعة من المشاكل في المجتمع الإريتري لا يمكن معالجتها بسطحية، يعني من بينها كيف يعود اللاجئين إلى بلادهم، وهو موضوع حساس في غاية الحساسية. موضوع آخر كيف يعني نرجع الناس للناس ممتلكاتهم أراضيهم، يعني واللي هو حصل فيه تغيير ديموغرافي كبير يعني. موضوع آخر كيف يعني إحنا نحاول أن نخلق نوع من الوفاق بين الإريتريين في مؤتمر وطني عام تجري فيه مصالحة وطنية إريترية. كيف إحنا نعد لدستور وطني شامل ودائم، مع أنه الدساتير لا تتميز بديمومة يعني نسبية، لكن دستور دائم لابد أن تشكل لجنة لهذا الأمر أيضا. يعني كل هذه القضايا نحن في جماعة الوفاق رأينا أنه إذا ما عملنا لها زي ما يقول مفوضيات تدرسها بشكل دقيق وتقدم بشأنها مقترحات للبرلمان الإريتري القادم التي تتمثل فيه كل المجموعات الإريترية بشكل ديمقراطي عادل، نحن نعتقد أنه إريتريا ستظل تلف حول نفسها في مشكلات لن تخرج منها بهذه السهولة. طيب ممتاز، شكرا أستاذ زين. ما زلنا في هذه سلسلات من مناقشات حول مسودة الدستور التوافقي المؤقت المقترح من جماعة الوفاق الإريتري. السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف تعالج جماعة الوفاق الإريتري بشكل عملي
بشكل عملي هذه العيوب والنواقص الموجودة في دستور 1997. هل في نوع من البراكتيكال ستيبس زي ما بيقول بالإنجليزي كيف تعالج هذه المشاكل؟ تفضل. نعم، نحن في جماعة الوفاق في حركة الوفاق الإريترية دائما نناقش كيف نؤثر في واقعنا الإريتري. يعني احنا ما يكفي انه احنا عدينا وثائق اللي ذكرناها، يعني وثيقة حقوق الإنسان وثيقة مهمة جدا. يعني القوى السياسية الإريترية إلى حد كبير جدا كلها متفقة عليها يعني، أو لا تختلف معها من حيث المبدأ. عندنا وثيقة أخرى ليش احنا عايزين نغير objectives of change، ليش احنا عايزين اهداف التغيير، يعني ليش احنا عايزين نغير النظام الإريتري. احنا في جماعة الوفاق عندما وضعنا نوع من التصنيف كاتيجوريز، حاولنا نرصد فيه ليش النظام الإريتري نعتبره احنا نظام فاشل ونظام لا يمثل الشعب الإريتري في هذه الوثيقة. ايضا اذا انت عايز تغير النظام الظالم ده لازم يكون عندك خطوات، وفي هذا الصدد عدينا خارطة الطريق اللي تقودنا من نقطة A لنقطة Z، يعني بخطوات متتالية. ونحن نعتقد إنه هذه الخطوات لو تم على الأقل تبنيها من قوى واسعة ممكن توصلنا إلى بر الأمان يعني. ثم الوثيقة الرابعة اللي هي وثيقة مسودة الدستور اللي احنا اقترحناها يعني. أيضا احنا بصدد القيام بجهود، حيكون عندنا مؤتمر كبير كوفاق في القريب العاجل إن شاء الله، ندعو فيه كافة القوى السياسية الإريترية للتفاكر معهم حول وثائقنا. يعني احنا لسنا مجموعة جامدة تدعي أنه تمتلك الحقيقة كاملة يعني. لابد من أساسه احنا وثائقنا هذه لما عديناها عرضناها لعدد هائل من الأكاديميين، يقدر عددهم يمكن ب200 شخص يعني، واخذنا فيها يعني فيدباك جيد يعني. وهؤلاء الناس الذين قرأوا هذه الوثائق اتفقوا معنا أنه هذه الوثائق ممكن أن تنقل الشعب الإريتري إلى بر الأمان. لكن القوى السياسية ما زالت تعمل في الواقع الإريتري المتشظي المشتت، وهي تعتقد، كل مجموعة تعتقد أنه ما لديها من وثائق يكفي يعني. فنحن نحب أن ندخل في عمليات حوارية مستمرة وندعوهم إلى مناسباتنا ونتفاكر معهم حول هذه الوثائق اللي عندنا. يعجبهم إذا يعجبهم ما فيها حبا وكرامة، إذا ما يعجبهم ما فيها ينتقدون بشكل بنكون موجودين فيه مع بعض في مكان واحد يعني، في ساحة واحدة. لكننا نعتقد إحنا جزء من قوى التغيير اللي سعت واجتهدت وقدمت وثائق مخدومة. نادر جدا، أنا شخصيا قد أكون مخطئ، القوى السياسية ذكرت مرات عديدة أنه هي عندها وثائق مهمة جدا، وثائق مخدومة ومعمول بها يعني في داخلها يعني. لكن أن نجمع كل هذه الوثائق في بوتقة واحدة وأن نعد لنوع من الحوار الشامل اللي ممكن يعني تتبنى فيه القوى السياسية أيضا جزء من أطروحاتنا ومن أفهامنا ومن وثائقنا، وننتقل إلى مرحلة تنسيق أكبر. أنا أعتقد هذه مهمة مش سهلة، ولكن إحنا بصدد القيام بها يعني. نحن أيضا في الوفاق نعتقد من أكبر مشكلات الشعب الإريتري هي انعدام الثقة بين مكوناته. انعدام الثقة بين المكونات لا تتعالج بمجرد إنك أنت حضرت وثائق جيدة يعني. هو بروسيس، هو إجراء، هو عملية لابد أن نخوض فيها يعني حوارات واسعة وحوارات دائمة بحيث نصل إلى تفاهمات كقوى سياسية تسعى من أجل التغيير، سواء كانت هذه القوى السياسية يعني تنظيمات سياسية وأحزاب أو قوى مدنية يعني. وكلما اقتربنا من بعضنا البعض وتفهمنا في الأشياء الأساسية اللي ما تدخل شعبنا في صراع دموي في المستقبل، نكون جنبنا الشعب الإريتري
ويلات، حروب وصراعات تستهلك قوته وموارده القليلة، وما هو موجود حولنا من دول خير شاهد على هذا النوع من الاستهلاك. فنحن لا نريد أن نقع في نفس الفخ، ونريد أن نساعد كجماعة وفاق في أنه نقدم ما لدينا من أفكار، نقدم ما لدينا من مبادئ، نقدم ما لدينا من وثائق لخدمة هذا الهدف، وهو خلق انسجام، خلق وئام، خلق وفاق سنيت يعني بين الإريتريين، والانتقال بهم إلى مرحلة أكثر عدلا وأكثر ديمقراطية في المستقبل يعني. شكرا لك. السؤال، عندنا سؤال من المشاهدين على الفيسبوك. سؤالي الأخير لك لهذا اليوم أستاذ زين، ما هي الأدبيات التي اطلعت عليها جماعة الوفاق والتي تقدم قراءة نقدية لدستور عام 52 و 97؟ ما هي هذه الأدبيات أو literature بالإنجليزي؟ تفضل. نعم، يمكن أنا في معرض الحديث تطرقت إلى عدد من الوثائق اللي طلعنا عليها يعني، لكن فقط ما اكتفينا بالوثائق اللي تملكها التنظيمات السياسية وكذا يعني. حتى دراسات قدمت، مثلا دراسة مجموعة إبراهيم المختار عفوا، وثيقة إبراهيم المختار، واحدة من الوثائق الهامة اللي اعتمدنا عليها. وأيضا دراسات كثيرة تقارن بين الدستورين 1952 1997، من بينها مثلا وثيقة كتبها الدارس سيمون ولد ميكائيل وغيره من الدارسين يعني. فنحن نعتقد أنه الجهود التي بذلت لإعداد هذه الوثائق اللي احنا اعتمدنا عليها، واللي احنا نعتقد أنها بتخدم المرحلة الانتقالية، يعني هي يعني وثائق إلى حد ما يعني قدمت رؤية نقدية للدستورين السابقين اللي هو 52 و 97، واعتمدنا على هذه الوثائق في تصحيح ما هو معوج في تلك الوثائق. فكما ذكرنا في بداية الحديث ربما إنه 52 وثيقة 52، الجماعة اللي عدت وثيقة 52 لو رجعنا اليوم لوراء ويعني قرأنا ما كان يكتبوه في تلك الفترة، كان في إلى حد ما يعني استخفاف وازدراء بالشعب الإريتري يعني. على الرغم من إنه البروسيس حصل يعني، والوثيقة الدستورية بتاعت 52 نوقشت، لكن إلى حد ما يعني ما كانت يعني وثيقة إريترية 100%. وكثير من القوى السياسية اللي تعارض حتى الكيان الإريتري دائما بتشكك في انه انتم اصلا ما كنتوا كيان في يوم من الايام يعني، لانه هذا العلم وهذا الدستور تصدقت عليكم به الامم المتحده. لكن هذا ظلم وللشعب الإريتري. قواه السياسيه كانت واعيه، الحركات السياسيه اللي كانت في تلك الفتره، في فتره تقرير المصير، كان عندها نضج ووعي كامل بما يجب عليها ان تقوم به. ممكن ما يكونوا بنفس المستوى بعد 70 سنة اليوم لو قيمنا أدائهم، نقول ممكن نكتشف فيهم عيوب يعني، من بينها مسألة انعدام الثقة بين المكونين الأساسيين بين المسلمين والمسيحيين، لم يتم معالجتها بشكل جيد في تلك الفترة، وإلى يومنا هذا بنعاني منها إحنا يعني. حتى إحنا بعد ما قمنا بثورة وضحينا وقدمنا قرابين وشهداء في 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 سبيل حريتنا وكرامتنا، ما زلنا نعاني من أزمة الثقة. أزمة الثقة لم يتم معالجتها بشكل كامل نعتقد. وبالتالي نحن نعتقد في جماعة الوفاق أنه المشوار طويل هو، لكن البدء بخطوات صحيحة هو الذي يضعنا في الطريق الصحيح، وهو الذي يمكن أن يوصلنا إلى نوع من التوافق والوئام الوطني لبناء إريتريا عادلة وديمقراطية وينعم فيها الشعب الإريتري بالسلام والاستقرار والرفاهية. سؤال من عبر فيسبوك، هو كيف يكون هذه الوثيقة توافقي؟ يسأل الأخ ماسون جيرماني. وأهم عناصر في المعادلة شعبنا في الداخل
وهو لا يوجد في هذا الموضوع، فكيف يكون توافقي؟ هذا هو السؤال. نعم، هذه الوثيقة ليست ليس لا تدعي امتلاك كل الحقيقة كما قلت أنا، ولا ندعي نحن أصحاب هذه الوثيقة إنه إحنا بنمثل الشعب الإريتري بالكامل. يعني نحن جزء من هذا الشعب، أبناؤه مهمومين بهمه. من يعني كان دائما يعني الإريتريين يقولوا وين الناس اللي تعلموا باسم الشعب الإريتري، وين الناس اللي تعلموا من أبناء الشعب الإريتري، ليش ما يقدموا شيء للشعب الإريتري؟ نحن اجتهدنا، قدمنا هذه الوثائق بما نراه صحيح وبما نراه عادل وبما نراه يستطيع أن يجمع الشعب الإريتري. لسنا نحن من غيبنا الشعب الإريتري، بل نحن من دعاة إنه إحنا ندخل إلى بلادنا ونعمل من داخل بلدنا ونسوق بضاعتنا في داخل إريتريا. لكن هل هذا متوفر أصلا للقوى السياسية اللي حاملة السلاح ضد النظام نفسه؟ ما متوفر. يعني خليك من جماعة مدنية، حركة جزء منها إحنا، أو حراك جزء منه إحنا، ومحرومين حتى من زيارة بلادنا، يعني محرومين حتى من يعني مراقبين تماما. يعني ما نقدر يعني نتواصل مع شعبنا ونقدم لشعبنا ما لدينا. يعني فكيف نتهم نحن بأنه أقصينا الشعب الإريتري؟ نحن لا نقصي، ولا يمكن أن نقصي الشعب الإريتري. نحن جزء منه، حاملين همه، نريد أن نتواصل معه، محروم من هذا التواصل. أنا وأنت أخي الكريم اللي قاعد تسأل هذا السؤال من ألمانيا، خلينا أنا وأنت نبحث عن المنافذ اللي ممكن تؤدي بنا إلى التواصل مع شعبنا، ونحاول أن نؤثر ويناقش شعبنا ما لدينا من أفكار ومن وثائق. طيب، هذا هو السؤال الأخير. هو لو عندك دقيقتين، هو موضوع عودة اللاجئين، كيف يكون هذا؟ ومعظم اللاجئين يدعون أنهم ليسوا إريتريين بل سودانيين أو شيء من هذا القبيل، فكيف يكون العودة حل من الحلول التي ذكرتموها في هذه الوثيقة؟ تفضل. نعم، أنا جدا يحزنني إنه شخص يقول يدعون يعني إنه هم سودانيين. يعني هذا افتراء وافتئات على اللاجئين الإريتريين اللي أوضاعهم جدا مأساوية، واللي موجودين في حرمان وبؤس، واللي ما حق لهم يعودوا إلى بلادهم. والحكومة الإريترية الموجودة حاليا في أسمرة أعاقت عملية عودة هؤلاء الناس بأشكال شتى. يجي واحد يقول لي هؤلاء الناس يعني يتهمهم في وطنيتهم وفي ولائهم للوطن الإريتري. أنا أعتقد هذا شيء يعني محزن جدا ومرعب ومخيف، كيف قاعد يفكروا الإريتريين تجاه بعضهم البعض. ربما هذا الشخص لا يعرف اللاجئين كيف يعيشون في السودان وفي جيبوتي وفي اليمن. أبناء الشعب الإريتري الذين تشردوا منذ نهاية الستينيات، أحرقت قراهم، يعني دمرت البنية التحتية اللي كانوا يقتاتوا منها، مزارعهم أحرقت، بهائمهم قتلت. ويجي واحد بعد هذه السنوات الطويلة من 68 و67 و68 و69 والسبعينات اللي تشردوا، يتهمهم بأنه هم لا يريدون أن يعودوا إلى إريتريا أو تجنسوا. أخي الكريم، هذا ليس من العدل، هذا ليس من الحق أن تتحدث بهذه الصورة. أنت لا تعرف ربما كيف يعيش الشعب الإريتري في المنافي، وكيف يعني يعيش في بؤس وحرمان، وأنت تتنعم في أي مكان من أماكن الدنيا وتحاكم هؤلاء الناس بأنهم تجنسوا. أو ما هي يعني كم هي النسبة التي تجنست منهم؟ قد يكون في هناك تجنسوا لظروف قاهرة يعني، وحتى لم يتجنسوا بشكل قانوني يعني، لأنه عندهم امتدادات أبناء عمومة في شرق السودان، في قبائل الحباب والبني عامر، تجنسوا بهذا الأساس يعني، وهم خجلانين حتى من هذه الجنسية، يعني لا يفتخرون بها، وهم دائما يعني خائفين يعني. أما الأغلبية الساحقة بنسبة عالية جدا ينتظرون اليوم الذي سيأتي فيه الفرج ويعودون إلى بلادهم يعني. فكيف تتهم هؤلاء الناس بعدم الولاء للوطن؟
هذا شيء غريب يعني، ولا يستقيم مع الحقيقة ومع الواقع. أشكرك أستاذ زين. دكتور إبراهيم سراج، لو عندك أي إضافة لما قد طرحناه لهذا اليوم تفضل. كلمة أخيرة منك أستاذ زين، لو في أي شيء تود أن تضيف له في هذا اليوم تفضل. أنا باعتبار باقي دقيقتين أعطي الفرصة لزميلي الدكتور إبراهيم سراج الذي حاضر في هذا الموضوع باللغة التجرينية وعنده إسهامات رائعة جدا. خليه يضيف بعض النقاط اللي أنا ممكن تكون مرت علي في أسئلتك وما أعطيت حقها يعني. تفضل دكتور. يعني باللغة التجرينية أو لا دكتور يتكلم لغة عربية جيدة يعني. اوكي تمام. أوكي. خلينا اضيف نقطتين. طيب تفضل. مع ان اللغه العربيه طبعا كل واحد يعرفها، لا دكتور انت لغتك سليمه ولا يهمك يعني. على بركه الله يعني. anyway اضيف نقطتين. النقطه الاولى، اذا هل هو حديث ولا لا، ممكن زين بعدين يصححني، ولكن بيقول اذا وجد الماء بطل التيمم. التيمم. إذا طلب مني أتكلم عن مسودة الدستور وماء موجود، فمعناها يعني كلامي حتكون تيمم. فإذا وجد الماء بطل التيمم، فما ما أقدر أضيف فيها. هذا واحد. الناحية الثانية، في مثل عربي بيقول برضو مثل على مسمى اسم على مسمى. والزين هو اسمه، وما شاء الله هو الزين برضو لما يقدم الاشياء. ما شاء الله. شكرا دكتور، شكرا يعني خلونا على تواضعك. الله يسلمك. في مثل ثالث، الوالده الله يرحمها كانت متعلقه مع اكلات، يعني مع اكلات شعبيه تبعها يعني. فمره لما بعد ما تاكل الاكلات الشعبيه، بعض المرات تقول لها يا اما ممكن اديكي موز، ممكن اديكي مثلا برتقال، او ممكن اديكي حاجه، وهي ما شاء الله يعني اكله، واكله اللي هي تحبه، اكل وطني. انت تبلنا نيره لا زبده كي يدخل بسلي، كي يدخل بسلي معناها خي تبلاش ولي تصبغ يبلع لا بنانا يدلي ولا معاره يتولاني بعفيت بالنيره معار. فبالعربي الوالده كانت بتحب الاكله الشعبيه، فما تاكل، لما تاكل اكله شعبيه بعض المرات ازواج ابنائها بيقولوا لها يا يما ممكن تاكلي موز مثلا، ممكن تاكلي هذه، ممكن تاكلي هذه. فقالت هي في بلدنا يعني يحلوا الناس يعني بعد الاكل. ايوه. فهي بتقول لهم لا 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 تخربوا لي، مش احنا نسميها تحليه، ولكن هي كانت تسميها حتخربوا لي. فلا يعني ما حدخل فيها حتى لو ادتوني عسل. فانا مره ثانيه بقول ما اخرب يعني المقابله هذه، حتى لو اعطوني يعني عسل ما هاكلها. فخمسه ما دبلت كيف بلاش لي. لا بالعكس والله يعني. انت الخير والبركه يا دكتور، وكان ممكن بامكانك اضافه بعض الثغرات اللي انا مرت علي، وانت اهل لذلك يعني. لا والله يعني تقريبا يعني انت جبت كل النقاط مثلا في 6 أو 7 اسئله، والخير فيك يعني الجواب اللي فات يعني يتماشى مع اللي جاي. فهذا معناها انت كنت موجود معنا لما جهزنا مسودة الدستور، فكأن كنت قاعد تقول لنا كأننا موجودين في النقاش حق الدستور. فبصراحة يعني المعلومات اللي اديتها هي كانت معلومة متكاملة. حتى لو أضفت لك شيء بالفعل ما في شيء يضاف. الشيء اللي بضيفه أنا دائما بقول السنيد هي معناها يعني من علاماتها هي شجاعة معناها أي شيء يتعلق بالشعبنا نطرحه بالطريقة يعني طريقة شجاعية. إيش بيسمى بالعربي يعني شجعان، ما نخاف ما نخجل لكي نطرح أشياء اللي إحنا نؤمن بها يعني. نعم نؤمن بها. هذه كانت ميزة. بالعربي ما في شخص يقدر
يطرحها بطريقه بروفيشنال او بطريقه يعني بروفيشنال وجريئه at the same time، يعني والجريئه يعني اكثر من زين. اللي عاوز اضيفه هي شيء واحد، اللي هو كثير من الناس كان بيقولوا احنا ما حابين الدستور 97. بالعكس لا، احنا ما عندنا لا كره لا عداوه مع 97. بالعكس حتى زين كان بيقول تقريبا كذا برسنتج من الدستور تبعنا ماخوذ من 97، فما عندنا اي عداوه او حبا جما للدستور اللي مقترحنا احنا. لا والله، احنا بنقول في نواقص مثلا في 97 فهو 52. فان النقاوس هذه اذا أدفناها فهذا من حقنا. والشيء الثاني، كثير من الناس كان بيقولوا لنا برضو استاذ زين يعني شرحها بطريقه مختلفه جدا. في ناس بيقولوا لنا مثلا يعني مين اعطاكم صلاحيه لكي تجهزوا المسوده هذه؟ الاستاذ زين سالوه بطريقه مختلفه في الفيسبوك، قالوا له يا زين خيبتوا ابناء الداخل، بنفس المعنى يعني. ايوه، فجوابنا كانت مختصره، احنا يعني نجيب شيء كويس لشعبنا، ما عاوزين يعني ما نتوقع او ما يعني ما اي نتبيننا اي توفيد من اي شخص. يعني مثلا ادريس عواته الله يرحمه ما في حدا اعطاه اذن او صلاحيه يعني لكي ينادل باسم الشعب الاريتري. فعشان كذا الشيء اللي احنا رايناه هذا صح لشعبنا، صح لإما، صح نبوي، صح لابويا، او صح لابوتشي، ولا صح لليبا، حنسويها مش اليوم، بكره، حتى بعد بكره. ما عايز اي توفيق من اي شخص. تسلم يا سيدي. شكرا. كفيت ووفيت قبل كايو كله زي ما الأستاذ زين ذكر في هذا اليوم عن الدستور السابق 97 و 52. قال فيها يعني سماها بعضها فيها عيوب، ثغرات، نواقص ومظالم. هذه كلها مصطلحات ليست إيجابية. فسؤالي هو لو عند هذه العيوب والثغرات والنواقص والمظالم، هل هي مذكورة في هذا الدستور الجديد لجماعة الوفاء الإريتري بالتفاصيل حتى نفهم ما هي كانت هذه العيوب والمظالم والنواقص، حتى يفهم الشعب الإريتري؟ هل مذكورة في أي من الدستور أو في المقدمة أو أي شيء؟ في دراسة كتبها الأكاديمي سيمون ولد ميكائيل، يقول مجموعة يعني هو يدافع في بعض الجوانب عن هذه الوثيقة الهامة، وأيضا يدافع عن وثيقة 52 وبطرق يعني بطريقة مختلفة يعني. فيقول مثلا في تكوين اللجنة من الأساس ما كان في عدل. يقول قوة سياسية مقصاة مبعدة من الوطن، وهي شاركت وناضلت وقدمت وضحت من أجل إريتريا، أنك أنت تستبعدها من هذا البروسيس. هذا أول يعني يعتبر من أول المظالم. البعض يقول لك مثلا كان في أسماء بارزة من جبهة التحرير ومن قوات التحرير الشعبية، زي المناضل الزين ياسين والمناضل إدريس كلايدوس والمناضل محمد صالح حمد والمناضل طه محمد نور، ما كانوا موجودين. ممكن يقول لك يعني المنتقدين قالوا، الذين انتقدوا هذه التركيبة قالوا هؤلاء الناس كان دورهم ووجودهم تجميلي كوزماتيك، لم يكونوا يملكون اليد الطولة في لجنة تكوين الدستور. بدليل المناضل طه محمد نور كتب مقال في موضوع اللغة العربية،
مع انه كان في الدستور التي اقصت اللغه العربيه من ان تكون لغه رسميه يعني. لو كان مقتنع ما كان حيكتب مقال يعني، ولا على اساسه تعرض لسجن وانتهاكات وتعذيب الى ان توفاه الله طه محمد نور في السجن يعني، ولحق به وهو يدافع عن الحق وعن العدل اخوه الاكبر الشيخ موسى محمد نور يعني. الله يرحمهم جميعا ويرحم كل موتانا وموتى المسلمين يعني، والمناضلين اللي قدموا لإريتريا يعني غالي ونفيس يعني. هؤلاء الناس يعني الطريقة اللي ماتوا بها والطريقة التي قتلوا بها يعني من أسرة واحدة، نفرين، يكفي للتدليل على أنه فعلا في إريتريا في بطش ومظالم. وهذا الدستور يعني تم سنه بهذه الطريقة اللي أقصت هذه القوى السياسية الموجودة. أيضا بصرف النظر عن قضية يعني الأرض دي، الدولة من حقها تمتلك الأرض يعني، من حقها الدولة هي مش الحكومة. في فرق بين الدولة والحكومة. الدولة هي ملكنا لنا كلنا جميعا يعني، ومن حقها تمتلك الأرض، ومن حقها أن تتصرف بما يخدم الشعب الإريتري من موارد، سواء كان في سطح الأرض أو باطنها يعني، لكن مش بالشكل التعسفي الذي حدث خلال العقود التي حكمت فيها الدكتاتورية إريتريا. سلبت أراضي، أعطيت أراضي، أهلها موجودين في معسكرات اللاجئين. الأخ قال مبسوطين يعني في السودان، ما عايزين يرجعوا يعني. أراضيهم سلبت ووزعت لأناس آخرين بشكل ظالم يعني. كيف نفهم يعني هذا الشيء إلا في إطار أنه الدستور ده كرسه يعني، كرس هذه المظالم. لما يقول الدولة تملك الأرض، الدولة ما سمحت للاجئين بالعودة يعني، والدستور لم يتناول مشكلة اللاجئين لا من قريب ولا من بعيد. دستور 97 كيف نستطيع أن نعتمده وهو لا يعالج واحدة من مشكلات الشعب الكبرى، وهي عودة اللاجئين إلى بلادهم يعني. وهكذا يعني ممكن الواحد يلمسها، كل الوقت انتهى تقريبا أختي كوثر، لكن الواحد ممكن أن يعدد مجموعة من المظالم والنواقص والعيوب التي تعتري هذا الدستور الذي نكن له احترام وتقدير، لأنه جهد إريتريا هو، ولكن من حقنا أن نعترض عليه ومن حقنا أن نصححه يعني. وهذا ما فعلناه في حركة الوفاق الإريترية. طيب سنواصل هذا الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله الأسبوع القادم. كلمتين أخيرتين من الدكتور صلاح نور، لو عندك أي تعليق بأي لغة تحبها عن ما ناقشناه في هذا اليوم، تفضل. لو عندك أي مشاركة تفضل زي ما دكتور. قال أخونا دكتور إبراهيم سراج، توسخنا له بلاش شوي، ما حنتدخل. السيد الأستاذ كبير البروفيسور زين العابدين، كلمة ما في كلمة لو أقول لك أخونا كبير، إن شاء الله يديك ربنا الصحة وتواصل في الدراسة دي. حبيبنا دكتور، أنت الخير والبركة، وبركاتكم أنت ودكتور إبراهيم سراج في هذا التجمع دائما موجودة يعني. أنتوا اللي تتعبوا، أنتوا اللي تبذلوا جهود جبارة يعني، وما أنا إلا واحد يأتي بعدكم في المرتبة في العطاء يعني في جامعة الوفاق. لا والله وقتكم وجهدكم كبير. إذا سمحت لي كوثر ثانية واحدة، شوف الفجوة الكبيرة اللي كان عندنا زين، مش أنا حابب يعني أجاملك لايف أو أونلاين. الفجوة اللي كان عندنا هي دائما كثير من الناس اللي بيقولوا لنا أوراقكم ما شاء الله محترمة جدا وفي المكتوب كويسة جدا، ولكن شعبنا معظم الشعب ما يقرأ يسمع، فكان عندنا فجوة في اللغة العربية. فإذا أنت دخلت وعبيت الفجوة هذه يعني يوازي كل الشهور اللي احنا قلناه، يعني شعبنا اللي بيتحدث أو اللي ثقافة اللغة العربية يعني كثير جدا، ما هو 1000 2000 3000 5000 10000 ولا 100000، كثار جدا. فالفجوة اللي عبيتها اليوم أنت، وإن شاء الله الأسبوع اللي جاي
يعني هذا شيء كبير تشكر، يعني مش بالكونتنت فقط، يعني حتى الفجوه ده كان كبير بالنسبه للسنيد، وهذا حتشجع الناس الثانيين اللي في السنيد يطلعوا يتكلموا باللغه العربيه اكثر واكثر. فكانت يعني مداخله قويه جدا توازي الناس اللي هنا عملناه سواء في السنين او في الشهور ان شاء الله. ان شاء الله. طيب أشكركم جميعا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وسيكون لنا لقاء آخر. كوثر بس دكتور صلاح. شكرا أخت كوثر، شكرا. العفو. يكون كل عام وأنتم بخير. شكرا لك دكتور صلاح نور، وضيفي الدكتور إبراهيم سراج، والضيف الرئيسي لهذه الحلقة اليوم الأستاذ زين عمر شوكاي من السويد. شكرا لكم، وسيكون لنا لقاء آخر مع الأستاذ زين في الأسبوع القادم بإذن الله، فكونوا معنا، ولكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله. دعيني أشكرك يا كوثر، دعيني أشكرك على الإدارة الجيدة والمتماسكة والموضوعية دائما في لحواراتنا. شكرا لك كوثر، الباش مهندسة كوثر عبد الرحمن، شكرا لك كثيرا. السيدة كوثر شكرا لك، ولكن شدد السؤال على زين. زين هي من عيار الثقيل يعني، فالأسئلة لازم تكون من عيار الثقيل يعني. إن شاء الله. ما تقصر. تسلموا. ويلا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شكرا جزيلا. شكرا. وعصر وأسمرا سمع له. أنا بهوى بلادي، أنا بهوى بلادي، وإريتريا لي غاية. خلوني بكسايا أشيل الليل، خلوني بكسايا أشيل الليل براي، نارا في قلبي لهيبا في حشاي، نارا في قلبي لهيبا في حشاي، برايا أشيل الليل
لحني وغنايا فرحة الدنيا بيكي يا لحني وغنايا يا أحلام وجودي يا أحلام وجودي يا أحلام وجودي يا أحلام وجودي بدايتي ومنتهايا كثير من غيري راحوا وكثير من أصدقائي